مفيش احلى من ان احنا نبدأ اول يوم في السنة الجديدة مع اخواتنا، مع اهلنا، مع اي حد بنحبه، بس في البيت. بلاش نخرج لان الدنيا بتبقى زحمة قوي بصراحة. هنعمل النهاردة مع بعض صدر ديك رومي بتتبيلة ومحلول نقع، يطلعوه من جوه طري وجوسي جدا وطعمه يجنن. والوصفة دي تنفع لأي نوع من أنواع الطيور، مش بس الديك الرومي. نقعته في محلول النقع اللي أنا عملته معاكم قبل كده لما عملت ديك رومي كبير، اللي هو مية كتير وخل وسكر وبصل وروزماري وحبهان وورق لورا. طبعا الكلام ده بعد ما نكون غسلناه كويس، ونقعته ليلة كاملة، وبعد كده طلعته نشفته كويس جدا جدا. ودي خطوة مهمة جدا جدا على فكرة عشان ما يزفرش. وهعمل التتبيلة اللي هي شوية زيت وشوية ورشستر صوص، ولو مش موجود تقدروا تستغنوا عنه، بس هو على فكرة بقى متوافر جدا في السوبر ماركت وسعره مش غالي، في انواع سعرها معقول. حطيت بعد كده التوابل اللي انتوا عاوزينها. انا حطيت توم بودرة وبصل بودرة وبهارات ايطالية وشوية بهارات فراخ وشوية كمون بسيط قوي قوي وشوية بابريكا، وقلبت الحاجات دي مع بعض. والحاجه اللي ما بستغناش عنها في اي حاجه بعملها في الفرن العسل. العسل بيدي طبقه كريسبي حلوه جدا، وبيخلي لونه كمان حلو وطعمه حلو. واي حاجه فيها توابل كتير بتظهر بالملح، وباي حاجه مسكره جنبها. حطيت شويه سكر بني، ممكن سكر ابيض طبعا، وملح وفلفل. وحطيت كمان شويه دبس رمان، برضو بيدي طعم حلو جدا، مزازه على تسكيره تحفه. بس ما حطيتش كتير، يعني انا حطيت حبه قليلين. نزلت بقى بالتوابل دي وعملت مساج لصدر الديك الرومي كويس جدا. انا كنت منغذاه اصلا بعصايه شيش طاووق عشان يشرب محلول النقع كويس، عشان كده طلع من جوه طري جدا. ومش هنحتاج ان احنا نسيبه في التتبيله ليله ولا حاجه، هي نص ساعه وهيبقى جاهز. التتبيله اللي اتبقت جبت شويه بطاطس اللي هي البيبي دي، وغسلتها كويس جدا بالفرشه وهحطها بقشرها. وحطيت بقى صدر الديك الرومي في كيس حراري، حطيت عليه البطاطس، وكان عندي بصل اللي هو الصغير القوارمة ده برضو حطيته، وحطيت عودين روزماري وقفلت الكيس. وبعد كده هبدأ بس اعمل فتحات في الكيس بالمقص، ودي خطوة ضرورية جدا عشان الكيس ما يفرقعش في الفرن، لانه هتلاحظوا انه هينفخ في الفرن. وهدخله بقى في صاج على درجة حرارة 220، ويقعد له كل كيلو بيقعد 45 دقيقة. وهعمل الرز. جبت شوية زيت وحطيت فيهم التوابل الصحيحة اللي هي ايه: اللومي، الحبهان، خلنجان، قرنفل، نجمة ينسون. وهقلب بقى الحاجات دي مع بعض، وحبهان ومستكة وورق لورا، الحاجات الطبيعية بتاعتنا. بعد ما ريحتهم تطلع ويتحمصوا، هنزل ببصلاية مقطعاها صغير قوي، وهخليها تدبل بس، يعني انا مش هديها لون لان ده كبسة او رز. وهحط بعد كده التوابل الباودر بتاعتي. كان عندي كبسة، توابل كبسة، بهارات كبسة جايالي من أسوان، يعني أكتر بلد بحبها بصراحة. حطيتها، وحطيت مكعب مرقة خضار أو مرقة دجاج اللي انتوا عاوزينه. كان عندي كوبايتين رز بسمتي، حطيت قصادهم 4 كوبايات مية. وكان عندي زبيب نقعاه برضو حطيته، ونزلت بقى بالرز وسبته يتشرب. وبعد كده هدي عليه النار ويستوي بالطريقة العادية تماما. وضفت كمان على فكرة معلقة صلصة صغيرة بتدي طعم حلو قوي. الديك بتاعي استوى بقى، او الصدر بتاعي استوى، فتحت عليه الكيس عشان ياخد طبقة متحمرة كده وكريسبي من بره. وفتحت الشواية 5 دقايق بس. اختي بقى عملت لنا سلطه زبادي يا جماعه تجنن. هي اصلا شغاله في مجال الكاترينج على فكره، ودي من السلطات القويه جدا اللي بتطلعها. بصراحه احلى من السلطه بتاعتي بمراحل. حطت كوبايتين زبادي وقلبتهم كده، وبعد كده حطت توم بودره. قالت بلاش نحط توم صحيح عشان يبقى خفيف على القولون، والثوم البودره كمان بيدي طعم حلو. وحطت ملح وحطت كمون وحطت نعناع مجفف. برضو كانت بتقول لكم، يعني انا بس ما عرفتش اطلع صوتها نظرا لدوشه الاطفال اللي كانت حوالينا، ما كنتوش هتسمعوا منها حاجه. وحطت معلقه مايونيز كبيره. وما اقولكوش بصراحه كان طعمها حلو. انا كنت بعمل كده على فكره، برخم عليها، بس هي كان طعمها حلو جدا. انا بقى غرفت كده الرز بتاعي وغرفت البطاطس، وحطيت عليها بعد كده صدر ديك الرومي كشكل بس عشان التقديم. المفروض ان احنا نستنى عليه لما يبرد، بس طبعا احنا كنا خلاص جوعنا ومش قادرين نستنى. والصوص اللي بينزل من التتبيله بدهن بيه الديك الرومي والخضار، وكمان بحطه في اطباق صوصيرات صغيره وبنعمله دب.
بيبقى طعمه خطير سواء على الرز او على الديك الرومي. كان من جوه جوسي وطري جدا وابيض كده فله من محلول النقع. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي سواء مع ديك رومي او بط او فراخ او اي حاجه تحبوا تعملوها، وتقولوا لي رايكم ايه. ولو الفيديو عجبكم ولسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا جدا ليكم. اشوفكم الفيديو الجاي في وصفه جديده. بحبكم. باي باي.